هي ايه اللي جابها دي؟ مش عارف هو اي حد بيخش الكنيسة ولا ايه. انا مش عارفه، انا لازم اتكلم مع استاذ يوسف بعد ما نخلص الاجتماع. وبعد الاجتماع اللي احنا هنفضل مستنيين احنا نتكلموا دلوقتي. ماشي. لا بقى احنا هنقوم نتكلم. على فكره اللي بيحصل ده كتير يا استاذ يوسف، ولازم تلاقي لك حل. ايوه، ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم حاجه يا شيرين، فاهميني. فعلا يعني مش واخد بالك؟ لا مش واخد بالي، عرفيني في ايه. ما هو لما الكنيسه تسمح بالاشكال دي انها تدخل بيت ربنا يبقى اكيد في حاجه غلط. اه، انت قصدك الاخت اللي قاعده هناك دي؟ بص يا استاذ يوسف، انا عارف ان انت جديد معانا هنا في الكنيسة، بس الاخت دي واحدة اخلاقها وسمعتها مش كويسة، وهي بتكون موجود معانا هنا. اه، انا كده فهمت. طب معلش، هو مين فينا يستحق اصلا ان هو يدخل بيت ربنا ويقعد ولا يخطي عتبته؟ يا استاذ يوسف مش وقت تواضع خالص، البنت دي خطر على شباب الكنيسه وممكن تخليهم يعملوا الشر معاها، وحضرتك انت المسؤول قدام. ولو حضرتك ما اتدخلتش، ذنب الناس هتغلط معاها هيكون في رقبتك، لان انت المسؤول وما خدتش موقف حاسم. امم يعني يطردها من بيت ربنا، يا اما لو سبتها في الكنيسه وغلطت مع الشباب يبقى ذنبهم في رقبتي. طيب خلاص يا شباب، سيبوا لنا الموضوع ده، هتكلم معاها وبعدين نبقى نشوف الموضوع ده. بس يا ريت حد يولع النور. انت باي حق تدخلي المكان الطاهر ده وتنجسيه؟ جرى ايه يا عم الجميل؟ فكك من الحركتين دول، ما احنا عارفين اللي فيها يعني. احب اعرفك ان نص زبايني من اللي بيحضروا عندكم. باين عليكي مش محترمه وكمان لسانك طويل. بعد اذنك اتفضلي اطلعي بره. يا رب، يا رب، أنا مستحيل أمشي حد دخل بيتك مهما كانت خطيته. دبرني واديني حكمة يا رب أكلم بيها البنت دي. انت عارف اني مش بعرف اتكلم ولا اعمل حاجة من غيرك. انت لو سبتني اكلمها من نفسي مش بعيد يحصل. بص يا بنتي، هو بيت ربنا صحيح ومفتوح لكل الناس، بس بيت ربنا برضه له احترامه. لا، حلوة بنت دي. معلش، كان نفسي اقعد معاك شوية، بس معلش معايا شغلانة ولازم اخلصها صدقني. Hey man, hey everybody. مستر يوسف، هاو ار يو فاين. انت حد لذيذ، بقول لك انا كان بصراحه نفسي اقعد معاك اكتر من كده حقيقي، بس رزله زيها. بص انت عارف شيرين قصيره كده جميله، لما تشوفها بديها الدبله دي، بقول لها كانت مده جميله قوي اللي قعدتها معاها. يلا بينا يا قلبي. يلا يا قلبي. اوه ياه. يا رب ما تسمحش بكده في ولادك. يا رب ساعدني اتصرف ازاي. منورانا. انا اسمي يوسف، بخدم في الكنيسه هنا. تحب اتشرف باسم حضرتك؟ اهلا وسهلا، اسمي هايدي يا جميل، تأمرني بحاجة؟ طيب، تحبي تشرفينا وتحضري معانا الاجتماع؟ انت مجنون يا بابا؟ انت بتكلمني انا؟ انت جديد هنا، بس اكيد حكولك عني يعني. طيب كتر خيرك، مش مهم. بس انا فعلا مش مجنون وعايزك تحضري معانا الاجتماع. طب بص يا استاذ يوسف، انا مش اول مرة اجي هنا وعلى طول بيطردوني، فلو انت مكسوف تقول لي اطلع بره انا هريحك واطلع انا. طب لو مشيت انا هلغي الاجتماع وهديك الخدمه لوحدي. طب انا مش حابة اتكلم هنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم في اوضه تاني، اتفضلي. تمام ماشي. خلينا بينا في مكان لوحدنا، احب اسمعك بقى. يا اخينا، انت فاهم انت بتعمل ايه؟ سيبني امشي بقى. ما ينفعش تخشي بيت ابوكي وتطلعي ايدك فاضيه، لازم تاخدي حاجه الاول. طب بص يا استاذ يوسف، انا اللي جابني هنا ملوش اي علاقة باللي انت بتقوله. انا كنت مستنية واحد واتأخر عليا في الشارع، قلت بدل ما اقف في الشارع واللي يسوى واللي ما يسواش يغلس عليا، قلت اجي عندكم احلى اقعد. وانا بقول لك وجودك كده مش صدفه، ده خطه ربنا ليكي، وانت موجوده هنا لغرض ربنا عايزك ليه.
طب فلنفرض ان انا سمعت كلامك وحضرت الاجتماع، انت مش خايف إيه اللي يحصل لك من سببي ومن كلام الناس؟ مش هتتضايق من كلامهم عشان خليت واحدة خاطية زيي تقعد في المكان الطاهر دوت؟ وزي ما انت خاطي انا كمان خاطي. الفرق ما بيني وما بينك بس هو الستر. لكن انت يا بختك ربنا بيحبك، عايز يشيل عنك ديون كتيرة قوي. هو ينفع يحبني بعد كل اللي انا عملته ده؟ انا هنت اسمه ومسحت بيه التراب وسبته عشان انبسط. وعرفت تنبسطي؟ الفلوس بسطتك، العلاقات والحب بسطوكي، عملتي كل حاجة ونسيتي أهم حاجة. هو انت ليه مبهدل نفسك معايا كده؟ أنا مبهدلتش نفسي ولا حاجة. يسوع هو اللي اتبهدل واتهان وتعب علشان بيحبك، علشان انت غالية قوي على قلبه. صدقيني أنا عارف إنه كلام متكرر ويمكن سمعتيه كتير، بس صدقيني بأمانة ما جربتيش تعيشيه. عارفة لو جربت تعيشيه وتعيشي كل كلمة فيه هتحسي وتفهمي اللي أنا بقوله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعمليش حاجة، كل اللي هتعمليه احضري معانا الاجتماع وبعدين أقول لك تعملي إيه. عاوزة تتوبي حتى لو في عيون كل المجتمع وكل الناس انت خاطية، انت عند المسيح حاجة غالية قوي، واللي زيك علشانه نزل المسيح واتصلب ومات عشان يشتريكي. فمش بسبب الخطية انت رخيصة، انت غالية علينا وعنده، وهو عاوزك. وعلشان كده اوعي تيأسي ابدا، ولو جيتي وتبتي هتبقى احسن من ناس كتيرة قوي خدتها بمعلقة دهب، عشان انت مشيتي في الطريق الصعب ضد خطية جربتيها وحبتيها ودلوقتي بتبطليها. اتشجعي وتقوي